دكتور حازم، يعني كان هناك تصريح تداولته وسائل الإعلام المصرية لوزير التخطيط قال فيه إن المواطن المصري لن يشعر بثمار التنمية إلا بعد 30 عاما. صحيح أنه ربط هذا التصريح باستمرار التنمية لمدة 30 عاما، وربطوا أيضا بفكرة الزيادة السكانية وتأثيرها على سياسات التنمية. هل هذا التصريح يعد كاشف لعدم وضوح ملامح لسياسة اقتصادية كما قال بعض الخبراء؟ يعني هو بالتأكيد تصريح صادم للغالبية العظمى من الشعب المصري وحتى للغالبية العظمى من الاقتصاديين. يعني أنا هفترض أن في نمو سكاني معدله كبير. أين هي السياسات التي تتبعها الدولة من أجل التعامل مع هذه الزيادة السكانية ومع التنمية التي يمكن أن تستوعب هذه الزيادات السكانية؟ يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أمام مؤشرات استثنائية تمر بها البلاد إن حضرتك تطبق سياسات تقليدية خارجة من صناديق اقتصاديات أخرى ليس لها علاقة بالاقتصاد المصري. وبالتالي هو أعتقد الدكتور أشرف العربي بيحاول في هذا التصريح انه ينفي المسؤولية عن وزارته إذا لم يشعر المواطن بهذا التغير في مستوى المعيشة وفي حالاته الاقتصادية، بأنه بيتكلم على أنه وفقا للسياسات المعمول بها حاليا لن يشعر المواطن المصري بأي تحسن في حالته إلا بعد 30 سنة من النمو المتواصل. طبعا هنا في مشكلة سياسية في هذا التصريح. يعني هو الراجل بيبرئ ذمته من الناحية الفنية أو الاقتصادية، لكن من الناحية السياسية في مشكلة كبيرة، لأن المواطن المصري بالتأكيد بعد كل عشرات السنين التي مرت منهك هينتظر 30 سنة أخرى كي يبدأ يشعر بتحسن، وربما بعد 30 سنة ينسى هو كان مستوى معيشته إيه أصلا علشان يشوف إذا كان في تحسن ولا لا. ففكرة الرهان على أن المواطن المصري سيتحمل 30 سنة من الضغط الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي والنفسي، دي أعتقد أنه هيبقى رهان خاسر للغاية، ولن يسمح حتى بأي سياسات اقتصادية أنها تنجح. ده إذا كان هيبقى في استقرار أصلا في البلاد خلال 30 سنة دول. يعني نعم. دكتور حازم، يعني نقل بعض رؤساء الأحزاب بعد لقائهم برئيس الجمهورية أنه أشار إلى أن الفساد ما زال متوغل في مؤسسات الدولة، وأن الوضع الاقتصادي سيء بحسب ما أعلن عدد من رؤساء الأحزاب الذين حضروا هذا اللقاء، في حين أنه هناك تصريحات أخرى كانت تتحدث عن تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري. الرئيس نفسه تحدث عنها في مؤتمر ديفوس في العاصمة الأردنية عمان. كيف نفهم هذا التعارض؟ هل يعني ذلك أنه يقصد أنه يريد تحسن أفضل من ذلك؟ لا، مش مسألة. يعني أنا أعتقد أنه الرئيس احنا النظام كله متعود انه ينتقي المؤشرات الاقتصادية التي يتحدث عنها. يعني اذا حدث مثلا تحسن في معدلات النمو فيبتدي يتكلم على انه خلاص حصل تحسن، ويتصور ايا كان بس يعني ايا كان هو ياخد مؤشر من المؤشرات ويبتدي ياخده كمؤشر على تحسن الحالة الاقتصادية ككل، او انه ياخد مثلا مؤشرات كليه وينسى تماما المؤشرات الجزئيه اللي تخص المواطن العادي. فكره الفساد، يعني حديثه عن الفساد وانه الفساد ما زال مستشري. طب دي مسؤوليه مين؟ يعني مين اللي هيصلح فساد الجهاز المهول البيروقراطي المهول اللي موجود؟ دي مسؤوليه رئيس الدوله ومسؤوليه النظام السياسي انه يصلح كل الكلام ده. وما ينفعش اطلاقا انك تدخل في مشاريع كبرى او حتى مشاريع صغرى من غير ما توضب الاجهزه الحكوميه اللي ممكن انها تتحمل هذه المشاريع الكبرى او الصغرى اللي انت بتقوم بيها. ايضا ما هي رؤيتك الاقتصاديه؟ كيف ستقود هذا الاقتصاد؟ لغاية هذه اللحظة نحن ما زلنا نسير في دائرة السياسات النيوليبرالية اللي كانت موجودة قبل ثورة يناير 2011، ولم نضف إليها شيئا إلا، وأنا آسف أقولها يعني، إلا الفجاجة التي يتم بها الإعلان عن أشياء لم يكن يجرؤ أنه يعلن عنها جمال مبارك أو الرئيس الأسبق حسني مبارك. وبالتالي هنا حديث الرئيس مع الأحزاب أنا أعتقد أنه
يعني لا يقوم على أساس حقيقي أو نية صادقة لإحداث تغييرات إيجابية في النظام الاقتصادي أو السياسي المصري. والهدف منه الحقيقي هو أنه يظهر أمام الجميع أن هناك اتصال بين القيادة السياسية وبين الأحزاب السياسية، وأنه الديمقراطية ليست معطلة مع سبق الإصرار والترصد كما يعتقد الغرب قبيل زيارة الرئيس لألمانيا. وأعتقد أن الأحزاب ارتكبت خطأ جسيم حين استدرجت أصلا لهذا الاجتماع دون أي ضمانات حقيقية لما سيسفر عنه هذا الاجتماع، بعيدا عن هذه التصريحات الهادئة التي تعودنا عليها من الرئيس يعني. فأنا أعتقد أنه هذه التصريحات المتناقضة هي أوراق انتقائية بيلعب بها وقت اللزوم لما نحب نخاطب الناس سواء داخليا أو خارجيا بما يشير إلى تحسن الاقتصاد، فبنختار مؤشرات معينة. إذا أردنا أننا نحملهم مسؤوليات كبرى ونقنعهم بأنه ليس وقت المطالبات والأخير، فنبتدي ننقي المؤشرات الأخرى التي تفيد بوجود مشكلة في الاقتصاد المصري، وليست هناك نية حقيقية لوضع منظومة اقتصادية متكاملة ورؤية اقتصادية متكاملة تخرج مصر من الأزمة اللي هي موجودة فيها سياسيا قبل أن تكون اقتصاديا. نعم.